السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم يوميات موكي. النهاردة جايلكم فيديو جديد. هنحول جردن الصابون ده. شايفين؟ بصوا، احنا عاملين كده فتحة من هنا، فتحة من الناحية التانية، وفتحة هنا دي اللي قدام دي هنحط فيها اللي هو التسجيل بتاع العربية ده. شايفينه؟ هنحولوه لصب، يعني ده هنحولوه لصب وده محول اهو بالشكل ده، ودي سماعة ودي سماعة. هنبتدي بقى مع بعض دلوقتي ونشوف هنعمل ايه. احنا فتحنا كده فتحة هنا وفتحتين اللي هما في الجنب دولت عشان ايه نحط فيهم السماعات. يلا بينا، يلا ابتدي. بصوا احنا عملنا ايه دلوقتي. هو حط كده القفازات دي وخرم لها فوق زي ما انتم شايفين كده، خرم لها كده خرمين. هو ده جيركن صابون زي ما قلت لكم، حتى مكتوب عليه اهو. تمام. المسامير دي بس كده ايه حطينا، هنعلق فيها حاجات بعدين. من جوه اهو زي ما انتم شايفين اهو، نازلين من جوه كده. هنربط بقى فيها المحول ده اهو. هندخله المحول كده بتاع الكهرباء. طب كويس الحته المقطوعه جت فايده. اهو يا بنات، شدينا كده القفيز على المحول بالشكل ده اهو. لسه في واحد تاني. عايز قفيز تاني؟ لا هو في واحد تاني. واحد تاني بتاع عربية. في واحد أمي ما وقفتش. هو كل ده بيربط كده المحول لسه جوه. هنحطوه في السقف كده بتاع الجيركن بتاع الصابون، او ممكن تعملوه باي حاجه. ممكن لون ابيض، اي لون عندكم ممكن تعملوه بيه. سهل جدا، بدل ما تشتروا الصب جاهز ده ممكن تعملوه في البيت. لو مثلا تسجيل بتاع عربيه مثلا موجود عندكم زي ده، سماعتين بتوع تسجيل كده بالشكل ده اهو، تعملوه ما شاء الله بيطلع صوته حلو قوي، وكمان احسن من اللي بتجيبوه الصب جاهز من اي محل. هنطلعه كده السلك اللي هيشغل التسجيل ده اهو. بصوا احنا طلعنا كده السلك ده بتاع اللي طالع من المحول، هنحطوه في التسجيل ده. تمام. والفيشه التانية دي اللي في ايده اللي هي ايه دي هنحطها في الكهرباء بالشكل ده. بصوا طلعناها من غطا الجيركن كده بالشكل ده. بصوا كده احنا ركبناه اهو من جوه في السقف بتاع الجيركن بالشكل ده. شايفين؟ وربطناه بالقفازات بالشكل ده. هنحط بقى السماعه دلوقتي. احنا خارمين من الجنبين للسماعات اهو بالشكل ده. بصوا هيركب كده المسامير دي كلها الجنب ده والجنب التاني، وهنرجع لكم تاني. بصوا احنا عملنا دي كده اهو، ربطناها باربع مسامير. شايفين؟ مش بتتخلع خالص. هنركب بقى الوش بتاعها اهو. بصوا ركبنا اول واحده كده بالشكل ده. شايفين؟ اهي. هنروح بقى الناحيه التانية نظبط الاسلاك برضو، وبعدين نركبوا السماعه الناحيه التانية.
بصوا احنا دلوقتي بنوصل السماعات اهو، من اللي هي السلك اللي من جوه ده في التسجيل اهو بالشكل ده. هنوصلوه كده كويس وبعدين ارجع لكم تاني عشان نجربوها مع بعض. بصوا بنحط فايبر كده دلوقتي. احنا بنحط الفايبر ده كده عشان الاسلاك جوه ما تبانش، عشان هو شفاف شويه والنور يبان. ندخل التسجيل. شايفين دخلنا التسجيل بالشكل ده اهو. بقى سلك السماعة كده ما بقاش فيه اي سلك بره غير ايه السلك هنقفله السماعه دلوقتي اخر واحده اهي الجنب التاني وهنرجع. بصوا يا بنات، هو هنا احنا شغلنا الصوت على قرآن وكده، فعشان الاصوات اغاني او قرآن او حاجات زي دي ممنوعة، فانا كتمت الصوت لغاية اما اوريكم التفاصيل كده في الاخر. بجد جربوه حلو قوي. لو عندكم سماعة اي سماعة بتاعت عربية، اي تسجيل بتاع عربية مش محتاجينه مثلا وحبيتوا تجددوا، او مثلا ممكن تشتروهم كده مستعملين وتعملوا الصب في البيت، هيبقى ارخص كمان من بتاع بره، وصوته بجد حلو قوي وعالي جدا. جربوه بقى وقولوا رأيكم وشوفوا الفيديو للاخر، بجد فكرة حلوة جدا، وان شاء الله نعمله مع بعض افكار حلوة جدا كتير. وبقعدة التدوير ده كل الصب اللي انتوا شايفينه ده عملناه من جيركن صابون زي ما انتوا شايفين، ما شاء الله شكله حلو قوي وصوته عالي جدا. كملوا بقى الفيديو الاخر وقولوا رأيكم، ما تنسوش لايك واشتراك في القناة، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا شير للفيديو. وقولوا لي بقى رأيكم، ولو حابين افكار زي دي تاني قولوا لي برضو واحنا نعمله مع بعض، وان شاء الله نرجع نشتغل احسن كمان من الاول. انا بس كتمت الصوت في الحتة دي عشان ممنوع بس صوت قرآن او صوت او اصوات حاجة عشان حقوق طبع ونشر.